السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم المرأة مع رحمة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واللي يشوف دي الفيديو أول مرة ما ينساش الاشتراك في قناتي والضغط على الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، واللي نضاف القناة لا نقول له مرحبا وسهلا. كما تشوفوا معايا الفيديو اليوم بديت لكم بواحد النشاط والحيوية الانسان كامل محتاج لها في هذا الوقت اللي هو الحجر الصحي. نتمنى تكونوا نشيطين الحمد لله واشتمروا وقوموا عدلوا همكم. الوقت راهي فات، الانسان يكون قاعد اللهم يعدل همه. كما شفتوا معايا روتين اليوم مع العشية لا تغديت وقمت عدت همي. الروتين العشية تيجي زين ما شاء الله، تتعود عندك واحد النشاط والحيوية وتبغي قاع تسوسي الدار كاملة يا غير زين ما شاء الله. وإنسان ينشط ويغسل مواعينه ويسقل دارو مزيان، من بعد يعدل قوتي لولادو الأحباء ديالو. كما تشوفوا معايا سقلت كوزينتي مزيان، من بعد لا نضرب واحد السيقة زينة، ومن بعد لا نحضر واحد الكوتي اللي هو واحد الكيكه اللي هي سهله واخترت نشاركها معكم اليوم. وبقاو معايا الى اخر فيديو باش تشوفوا معايا المراحل كيفاش لا نحضروا هاد الكيكه اللي هي بسيطه جدا. ونتمنى هاد الفيديو اليوم ينال اعجابكم، واكيد لا يعجبكم لانه روتيني تحفيزي. وقوموا اشتمروا وكشوا عن دراعكم وقوموا عدلوا همكم. راه هذا الحجر الصحي لا بد من هذا الروتينات. ما تشوفوا معايا لين نحضر كيكه اللي ذكرتها لكم من قبل اللي نحضروها الكوتي ان شاء الله. لين نحتاج كاس زيت سنيده غير مملوء، وكاس زيت ايضا غير مملوء، واحد دانون رايبي، واحد كاس ديال السميده رقيقه هي غير. من بعد اللي نقول لكم كم محتاجنا من الكاس: جوج حبات ديال البيض، واحد فاني، جوج خميرات حمر يعني خميره الحلوى بيكام بودر. لين نقبض الزيت والسكر لين نخلطهم مع بعضياتهم مزيان. من بعد لين نضيفوا فاني نخلطوه مزيان. من بعد اللي نضيفوا البيض ونخلطوه مع السكر والزيت والفاني ونحركوه مزيان لين يذوب السكر. من بعد اللي نضيفوا البيض دانون والسميده تدريجيا يا غير. السميده ما تخووها في ساعتها باش الكيكات تصلح تعود زينه ما شاء الله. من بعد اللي نضيف واحد الكاس ديال البرتقال، انا ما صورته يا غير ضروري لابد نضيفه لهاد الكيكه باش تعطي واحد النكهه رائعه. خليكم معايا باش تشوفوا معايا كيفاش لين نحضروا الكيكه.
بعد لي نضيف كاس ديال البرتقال اللي ذكرت لكم من قبل. تعرفوا عن البرتقال زين ما شاء الله، يعطي واحد النكهه روعه لهاد الكيكه تاع السميده. ونزيدو يا غير نختار البرتقال فقط. كيكه بسيطه راكم تشوفوا معايا. مقاديرها ما شاء الله تعطيها واحد الكيكه اللي هو حجم كبير، وكذلك ايضا تتوجد في ساعه تامه، تقبض الوقت ومدتها قصيره. لا حطيتها في الفران خاصك ضروري تعودي واقفه حداها باش ما تحرق. كما تشوفوا معايا خلطت العناصر كاملين. من بعد شوفوا معايا لا نضيفوا الكاس الثاني ديال السميده رقيقه. يعني هالكيكه تاع السميده احتاجنا فيها 2 كيسان ديال السميده رقيقه. يا غير لا ضفتوا كاس ديال البرتقال تتستغناو عن الكاس الثاني. انا ضفت البرتقال واحتجت كاس ثاني ديال السميده. غير ضفتوا نتوما لا الرايبي وحده تحتاجوا لا كاس واحد فقط كافي. انا اخترت تعود عندي كيكه بحجم كبير. ومن بعد له نضيف التوت اللي مقطعته قطع صغير، لا نضيفه الكيكه وباش طيب معاها تجي واحد المذاق رائع جدا. بعد ما دخلت كيكه تاعي الفرن طيب على خاطرها لين نحضر واحد السقوه اللي نسقي بها هاد الكيكه اللي هي كاس ديال البرتقال، واحد ملعقه ونصف ديال السكر سنيده، وواحد فاني. نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروا الليمون يعني الحامض. يا غير نفضلكم ديروا البرتقال تعطي واحد النكهه رائعه. بين ضفنا كاس ديال البرتقال في الكيكه ولين نديرها في البوطه طيب، ومن بعد نخليها تبرد شويه باش نسقوا بها الكيكه. وتشوفوا معايا راه برتقال زوين ما شاء الله في الكيكه تاع السميده. ما تشوفوا معايا بعد ما وجدت معايا الكيكه ما قبضت الوقت، طابت بالعجله واحد المده اللي هي 15 دقيقه، طابت في ساعتها. هون اللي نسقيها بهاد السقوه هي سخونه، ضروري تسقوها هي سخونه باش تشرب مزيان، باش تعطيكم واحد المذاق اللي هو رائع جدا. هوني الطافيلات الكيكه نتوما تزينوها باللي بغيتو. تقدروا تزينوها بالمربى وجوز الهند او البنان او التفاح او التوت اللي يعجبكم. انا اكتفي بهذا القدر، اكتفي بالنكهه اللي موجوده فيها اللي هي برتقال والتوت اللي قطعته قطع صغير وخلطته مع الكيكه وطاب معها، عطاها واحد النكهه اللي هي رائعه. نتمنى اليوم هذا الفيديو ينال اعجابكم، وهالكيكه اكيد تجربوها لان شي حاجه روعه. نعرف عنكم تعرفوا الكيك السميده، يا غير هذه كيكه زينه ما شاء الله. تقدروا ملي تعدوها في الليل وتخلوها للفطور تجي روعه، كما بردت تعطيها واحد المذاق رائع ما شاء الله. هو اللي نقطع منها شوي باش نعطيكم القوام اللي موجود في الكيكه. وكذلك ايضا تشوفوا معايا التوت اللي قطعته قطع صغير، عطاه واحد المنظر اللي هو رائع ما شاء الله. اتمنى هذا الفيديو اليوم ينال اعجابكم، وما تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. ولا تنسوني من تعليقاتكم واللايكات، وكذلك تبارطاجوا الفيديو مع احبائكم واصدقائكم. وش لا نقول لكم بس في رعاية الله.